اهلا بكم اعزائي مشاهدي اخبار الكرة في كل مكان. النهارده معانا اخبار مهمة جدا خاصة عن النادي الاهلي وتفاصيل جلسة فتوح مع مسؤول اهلاوي وبن شرقي. رمضان صبحي يمنعه من الانضمام الى نادي وتأجيل السوبر الافريقي بقرار من الكابتن هاني ابو ريدة بعد مكالمة مع الكابتن محمود الخطيب. انتظروا كل ده معانا في حلقة النهارده، ويا ريت تكملوا الحلقة للآخر عشان تعرفوا كل الأخبار اللي تهمكم على النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز وكل الأندية اللي انتوا عاوزينها. حبايب قلبي صلوا على النبي ونبدأ الحلقة مع بعض، يلا بينا. نخش بقى في أول خبر معانا النهارده، إن هو الكابتن محمود الخطيب تواصل مع هاني أبو ريدة، والكابتن هاني أبو ريدة أمر مسؤولي الاتحاد الأفريقي بتأجيل السوبر الأفريقي بسبب إن قال لهم إن هو في انت لسه طالع من افريقيا وما لحقتش تاخد نفسك، ليه تبدا بطولتك بدري؟ ابدا مع يعني كمان شويه كده. فهيتم تاجيل السوبر الافريقي، وفي اعرف الحته دي كمان معانا في كمان ان مفيش رعاة لكاس السوبر الافريقي اللي هو هيكون كاس كبير، مش السوبر الافريقي اللي الاهلي هيشارك فيه مع بطل الكونفدرالية، لكن السوبر الافريقي اللي هو مجمع ابطال الكؤوس، مجمع ابطال الدوري دوت في احتمال ان هو يتلغي عشان مفيش رعاة دخلوا. نخش مع خبرنا التاني، يلا بينا يا جدعان. نخش في حتة الكابتن رمضان صبحي. عارف الاتفاق اللي حصل لبن شرقي للانضمام لنادي بيراميدز؟ عمل ثورة كبيرة وقلب الدنيا، وقال لهم هو انتوا عاوزين تمشوني؟ حضراتكم جايبين بن شرقي عشان تمشوني؟ وعمل قلبة كبيرة جدا، وتكاد صفقة بن شرقي اتعمل عليها هولد بعد ما كان بن شرقي مخلص كل العقود ومخلص كل الاجراءات الانتقال لنادي بيراميدز بنفس الراتب اللي بيحصل عليه في الامارات، بعد ما بن شرقي كان خلص اتفاقه مع المسؤولين في نادي بيراميدز. رمضان صبحي زعل شديد جدا، لان هما الاتنين بيلعبوا في الجبهة الشمال. قال لهم انتوا عاوزين، قال المسؤولين نادي بيراميدز بقى رمضان صبحي، انتوا عاوزين تمشوني ولا ايه؟ وعاوزيني ارحن على الفريق؟ اوعى تنسى ان انا كان الزمالك عاوز رمضان صبحي وبيراميدز قال لا مانع، بس يدفعوا 3.5 مليون دولار نادي الزمالك، فده اللي وقف الصفقة. طب هل ممكن الصفقة تتم لنادي الزمالك؟ ممكن تتم. اقول لك ليه، لان انا عندي معلومات ان بيراميدز طلب احمد فتوح، وقال له مقابله رمضان صبحي بس تدفع 2.5 مليون دولار، وفي الحالتين هو كسبان نادي الزمالك. طيب حد يقول لي فتوح جدد ويسألني، اقول له لا، فتوح ما جددش. طب فتوح بشخصه قعد وتفاوض؟ ما حصلش. اللي بيقعد يتشاور في الامور الماليه دي خاله، مش فتوح ذات نفسه. ولو قعد يتفاوض مع امير مرتضى او مع خالد لطيف او الناس دي بيطلعوا الصوره ساعتها. واللي بيقعد يتفاوض خاله، خال احمد فتوح واخد تفويض بالمفاوضات، ولكن ليس واخد تفويض بالتوقيع، لان دي هناك فرق كبير جدا. فتوح يشعر بالألم منذ الاتهامات التي وجهت لي قبل كده. طيب فتوح ليه علاقات بمجلس النادي الاهلي؟ ليه علاقات بمجلس اداره النادي الاهلي، وليه اصدقاء في مجلس اداره النادي الاهلي. وكان قريب قاعدين مع مطعم متغدين سوا في التجمع، عضو من مجلس اداره، بقول لك معلومات. وقالوا له لو عاوز تيجي النادي الاهلي اطمن، واللي اثر فيه النادي الاهلي برقبتي. احنا بنقول لك معلومات، ودي امور حابين نوضحها للناس. لكن رمضان صبحي في قمه الثوره والغضب مما سمعوا على تفاوض مع بن شرقي في نادي بيراميدز. بكده نكون قلنا لكم كل حاجه في فيديوهنا النهارده، ويا ريت بس ما تظبطوني لايكات كتير قوي كده يا جماعه، يا عشاق اخبار الكره في كل مكان. ويا رب تكونوا وصلتوا الفيديو لغايه